السلام عليكم البنات، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا كلكم على خير. ومرحبا بكم البنات في القناه، ومرحبا بالبنات اللي بحرا دخلوا معنا جداد، ومرحبا بيا معكم. راني طوات الغيبه في هذه القناه. ايوا مع الظروف وكان. ايوا نتمنىكم ان شاء الله تكونوا على خير، وجبت لكم اليوم واحد الوصفه ديال البريوش ولا اروع. تيجي لذيذ بزاف البنات، اسفنجي خفيف بزاف، وطريقه تزيين تزيد تعطيه واحد اللذه. وكما تشوفوا المنظر راه ما نذكروش عليه. ونخليكم ان شاء الله مع الصور مع طريقة التحضير والمقادير. بالنسبة للمقادير هنا غادي نحتاج واحد نص كيلو ديال الدقيق الابيض، ما يعادل 5 الكيسان بالكاس تاع العنبه اللي بغى يعبر بالكاس العنبه. عندي كاس تاع الماء وكاس تاع الحليب، والماء البنات ما يكونش الكاس عامر. عندي نص كاس ديال العنبه ديال السكر. عندي 3 المعالق ديال الزبده ما يعادل 75 غرام، معلقه ديال قشوره الحامض، فانيا، نص معلقه صغيره ديال الملحه، ومعلقه كبيره ديال الخميره. كما تشوفوا هنايا درتو في البيتخا، ممكن تعجنوا بيديكم. غادي ندير 500 غرام ديال الدقيق، معلقه صغيره، نص معلقه صغيره ديال الملحه. عندي هنايا هذيك الفاني، عندي قشره ديال الحامض، عندي هنايا 75 غرام ديال الزبده ما يعادل 3 المعالق، وعندي هنا 75 غرام ديال السكر ما يعادل نص كاس ديال العنبه. عندي هنايا 10 غرام ديال الخميره الفوريه، والا كانت الخميره معجنه نديرو 15 غرام. وعندي هنايا كاس ديال الحليب وكاس تاع الماء ما يكونش عامر. علاش؟ على حساب النوعيه ديال الدقيق. الا كان الدقيق نوعيه ممتازه راه غادي نستعملوا كاس تاع الماء. وهنايا البنات راني نسيت واحد البيضه، كما غتشوفوني راه غادي نضيفها، يعني ما حطيتهاش مع المقادير. وبالنسبه للمقادير البنات كونوا غادي نحطهم لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. غادي نضيف هنايا البيضه، راه غتشوفوني غنضيفها. كما تنأكد البنات يعني كاس تاع الحليب وكاس تاع الماء ما يكونش عامر. تنشوفوا يعني القوام ديال العجين، راه العجين ما خاصهاش تكون مرخوفه لينا تاني بزاف، وما خاصهاش تكون قاصحه. كما تتشوفوا معايا غادي نضيف هنايا، يلا بدات تتخلط وانا نضيف البيضه. غادي نخليها يعني حتى تجمع ليا العجين. بعد ما تعجنات العجين يعني ماشي بالضروره تزيد بزاف، رانا ما عنديش الوقت، راه ممكن نخلطها يعني في البانيو ولا في شي سوبيره كتسد. هنايا شديت البنات سوبيره اللي كتسد كما قلت لكم، حيت العجانه باقي عندي بها الغرض. وغادي ندهنها بشويه تاع الزيت. كما تتشوفوا يعني العجينه راه شويه تتلصق في اليد، راه ماشي بحال العجينه ديال الشفنج وماشي تاني قاصحه بزاف. العجينه تتلصق مرخوفه، وهذا هو السر اللي تيجي بالبريوش، انه تيجي يعني خاوي ومهوي من الداخل. غادي نديرها في البانيو كما تتشوفوا. وغادي نسدو ونخليها يعني حتى يضاعف لها الحجم ديالها. علاش البنات درت الماء بارد والحليب بارد، يعني بدرجه حراره المطبخ، حيت الجو سخون وخاصها تاخذ شويه الوقت. ماشي زعما يلا نبداو نخلطوها تطلع معانا، راه شويه العجينه ما تجيش زوينه، ما تاخذش الوقت ديالها في الخموريه. كما تتشوفوا البنات يعني العجينه هنايا خمرات تقريبا، خدات لي انايا واحد الساعه. راه تبارك الله الجو كما قلت لكم راه سخن، ماشي بحال الحال بارد. الحال بارد لا عجنتيها تما بقيتي انت وياه. كما تتشوفوا دهنت هنايا فين غادي نخدم بشويه تاع الزيت. وهنايا البنات راني درت لي مول ديال لي كوب كيك. ممكن البنات تستعملوا الطاوه عاديه، انا راه درت النص في المول ديال لي كوب كيك، والعجينه اللي بقات ليا درتها في الطاوه. ولكن يعني نصارحكم انا اللي جاو في الطاوه جاو احسن من اللي جاو في لي مول تاع لي كوب كيك. يعني بحال تاع المول واخا تيخمروا انهم تيجيو محدودين، هما تيجيو طالعين شويه عاليين، ولكن الاخرين مع تيسرحوا تيعطيوه بالعرض وبالطول. تيجيو مزيانين. من الاحسن انكم ديروهم نتوما في الطاوه. وغادي تشوفوا معايا الشكل النهائي يعني ديال لي مول تاع الطاوه. يعني هاد العجينه هذه البنات خرجت لي 17 وحده اللي خرجات فيهم تقريبا 85 غرام، اما 80 اما 85، حيت هاد الفيديو راه مسجله شحال هذا. راه تقريبا جايه لشي 15 يوم.
كما تشوفوا معايا انا حطيته هنايا في المول. كما تشوفوا البنات هنا غادي نخليهم يتضاعف ليهم الحجم. كما تشوفوا يعني ضروري يكونوا لاقين فين يخمروا، ماشي تحط الكره حدو قدو، الا لاقين فين يخمروا في يعني باش يجيو طالعين مزيان. وغادي نبسطهم بيديا شويه، وهادو اللي في الطاوه ما نبسطهم حتى حاجه، نخليهم هكاك يعني ما نطرقهمش بزاف، ثاني واحد البريكه خفيفه باش ما يتشقوش لينا من الجنب. من بعد ما خمروا البنات غادي ندهنهم بيضه مخلطه مع قرصه الملحه ومعلقه تاع الماء، وضروري تطربوها مزيان وتصفيوها. هذا هو السر اللي تيعطي اللمعه في البريوش. يعني هذاك الزبط تاع البيض ما تيجيش داير كما تشوفوا معايا، انهم تيجيو اسفنجيين كما تشوفوا معايا، تتبركوا عليهم وتيرجعوا. وهادو هما اللي كما قلت لكم انهم حتى ديروهم في الطاوه شي تيجيو كبر من الاخرين. وبالنسبه للبنات الطريبيش اللي حيدت ليهم، تتشديه الموس وتتحاولي انك تقعريهم شويه من الوسط، ديري كشكل دائره، ولا ممكن يعني تقسميهم على جوج وتعمريهم، يعني تيبقى لكم الاختياري. انا درت لهم بحال هكا. كما قلت لكم البنات انا راه عجبوني هادوك اللي حطيت في الطاوه، جاو يعني خفاف اكثر، حتى هادو يعني جاو خفاف ولكن هادوك جاو احسن. وغادي ندهنهم بشويه ديال الناباج هنايا. كما قلت لكم عندكم حريه الاختيار، كما ممكن تدهنوهم من الاول بشويه تاع البيض وتدردروا عليهم الجنجلان وتخليهم هكاك. ودرتهم هنايا فواحد شويه تاع اللوز ايفيلي واللوز مهرمش كان عندي محمر. ممكن تستعملي الكوك، في الكوك تيجيو ثاني لذاذ بالكوك. كما تشوفوا معايا مزيان تيبقى لكم اختياري، يعني الطريقه راه سهله وراه ما تيستغرقوش الوقت بزاف البنات. راه عرفتوا دروكا الجو شويه تبارك الله بدا يسخن. هنايا درت لا كريم فريش كما قلت لكم، ممكن تعوضوها بلا كريم باتيسيير ولا لا كريم باتيسيير بالقهوه ولا الكريمه ديال الحامض، يعني لكم حريه الاختيار، ولا بالغاناش ثاني، بالغاناش تيجي ولا اروع. كما تشوفوا معايا غادي نعمرهم. وهنايا زينتهم بالفريز، ممكن تزينوهم بالحبيبات ديال الشوكولات، ممكن تزينوهم نيت بشويه ديال اللوز ثاني من الفوق، بخطوط ديال الشوكولات من الفوق، يعني تيبقى لكم حريه الاختيار. ديروا التزيين من الابداع كما قلت لكم، بالابداع ديالكم زينوا على الطريقه اللي بغيتو بالاشكال اللي بغيتو، يعني تكون لكم الاختيار. انا اقترحت عليكم هذا الاقتراح يعني وبدعوا ان شاء الله، راه تبارك الله ما نخافش عليكم. كما تشوفوا يعني لا كريم فريش مع الفريز تيجيو مواتين وتيجيو عاطين المنظر، وهذا هو الشكل ديالهم البنات. ونتمنى ان شاء الله يعجبوكم. ما تنساوش البنات بارطاجيو الوصفه وتخليو لي الاراء ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ومع وصفات اخرين. مع السلامه حبيباتي.